السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المتتبعين الأوفياء ديالي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم واحد الطبق اللي غني عن التعريف، في طبق الفاصوليا أولا اللوبيا البيضاء اللي كلشي كيعرف يحضرو وكيناسب هذا الفصل. بالنسبة للمقادير، هنايا عندنا ناخذ واحد البصلة اللي غادي نشلضوها مزيان أو حكوها كيف ما بغيتو، شحروها مزيان مع الزيت البلدية، خليوها تتحمر مزيان. ومن بعد هي والثومه، يعني البصله والثومه غادي نحمروهم مزيان. ومن بعد شفتوا هادو واحد 3 فصوص ديال الثومه. يعني بالنسبه لللوبيا راه حنا فزقناها، كتبات يعني كتغسل وكتبات في الماء ليله كامله. هنا غادي نحك الثومه وغادي وغادي نشحر البصله، الثومه والبصله تيتشحروا مزيان مزيان مزيان. وعاد غادي نزيد عليهم باقي التوابل وباقي العناصر الاخرى اللي كنديروا بها الفاصوليا. كيف تشوفوا هنايا ديك الثومه والبصله من بعد ما تشحرت مزيان، يعني تحمرت مزيان، غادي نزيد عليها الطماطم اللي محكوكه. واحد بالنسبه للطماطم يعني كديروا على حسب اللوبيا ديالكم. انا درت هنا تقريبا واحد 3 ديال المطيشات محكوكين، وغنخليو عاوتاني هاد المطيشه مع هاد البصله والثومه يتحمروا مزيان حتى هي تتعسل لينا ديك الطماطم. ومن بعد عاد غادي نزيدو باقي العناصر. هنا غنزيدو القزبور ومعدنوس مقطعين، بالنسبه للتوابل غنديروا هنايا واحد شويه ديال الخرقوم اولا الكركمه، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الفلفل الاسود اولا الابزار، وغادي نديروا من طبيعه الحال شويه ديال البابريكا اللي كيبغيها تكون حاره كيدير شويه ديال البابريكا. من طبيعه الحال شويه ديال الكمون، غير شويه لان الكمون من بعد غادي نزيدو عاوتاني ملي كتقرب ملي كيكتمل الطياب، وغنزيدو الفلفله الحمراء ولا البيموندو ولا التحميره وشويه ديال الملح صافي. ومن بعد نخليو هاد العناصر تشحر مزيان عفوا، وعاد غادي نزيدو عليها اللوبيا. كيف كتشوفوا خليو ديك التوابل تحمر مزيان حتى ديك البصله والمطيشه يعني تحمر مزيان، تعلق لكم كيف ما في الصوره. من بعد ما تحمرت لينا ديك التشرميله مزيان غادي نزيدو عليها اللوبيا اللي كيف ما قلنا لكم، يعني غسلناها ورقدناها في الماء ليله كامله، وغنخليوها حتى هي تشحر مزيان وتلبس ديك المقادير كلها وديك المطيشه وديك البصله وديك الثومه والتوابل كلها. وعاد غادي نسدو عليها. صافي من بعد هنا غادي نزيدو الماء الكافي، وغنزيدو ورقه سيدنا موسى اولا ورق الغار، وغادي نزيدو واحد 2 معالق كبار اولا ملعقه كبيره ديال طوماط كونسونطري ولا مطيشه الحك صافي. وغادي نديرو الماء الكافي وغادي نسدو على هاد الطنجره تطيب، ونرجع معكم ان شاء الله باش تشوفوا التقديم ديال هاد الطبق ديال اللوبيا اولا الفاصوليا. كيف تشوفوا هي اللوبيا ديالنا واجده، يعني كيف تشوفوها راه ملبيه وخاتره. كيف ما قلت لكم راه حنا زدنا ليها يعني مطيشه الحك والورق الغار، وعاد سدينا عليها كتجي لذيذه. واللي بغى يزيد هنا شويه الكمون كيزيدو. ودابا غادي ندوزو لتقديم الطبق، كيجي رائع ولذيذ. كلشي تعرف يدير اللوبيا، غير حاولت انني نشارك معكم هذا الطبق بالطريقه ديالي. نتمنى ان هذا الطبق يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم،
وبصحة والراحة، وإلى اللقاء في طبق مقبل بإذن الله.